سؤال بسيط بس إجابته ممكن تهز جوه القلب حكايات سنين. لو اتفتحلك باب ترجعي فيه من الأول، تختاري نفس الناس، نفس الظروف، نفس الحزن والفرح، ولا كنت هتهربي من أول مشهد؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وتعالوا نحكي الحكاية. في بنات اتولدت في بيوت مليانة خناق، وكل يوم صوت عالي، وكل يوم دموع، بس كانت ساكتة عشان هي دي عيلتها ومفيش غيرها. وفي بنات كانوا بيتمنوا حضن أم أو سند، بس كان الحنان دايما ناقص. وكانوا يتعلموا يحبوا نفسهم ويخبوا نفسهم من الشوارع ومن المدارس ومن الغرب. وفي اللي اتولدت في فقر ولبس مستعمل وكتب مقطعة وحياة تعبانة، بس تعلموا يرضوا نفسهم غصب عنهم. وبعد كل ده تيجي تسألها لو اتولدت تاني تختاري نفس العيلة، تضحك وتقول أنا مش ندمانة، بس ممكن كنت أحب أبقى بنت حد بيحبني بزيادة مش بالعافية. ولو وصلتوا معايا لحد هنا، فضلا ولسه أمر اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك وكومنت جميل منكم في الصلاة على الحبيب. وعايزة اقول لكم مش كل الناس اتولدت في حضن دافئ، ومش كل بنت اتربت في بيت كان بيت بجد. بس رغم كل ده، اللي كسرنا علمنا، واللي وجعنا قوانا، وكل دمعة خلتنا نشوف نفسنا بشكل تاني. وفي النهاية لو اتولدت تاني، اختاري اللي يحتويكي، مش اللي ولدك. الحب مش بالنسب، الحب بالحنية والعيلة المحترمة. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا أغلى الناس.